البتاعة دي حاولت احل فيها كتير بس معرفتش، مش عارف ايه المشكلة. هل غباء مني ولا هي اللعبة نفسها اللي غبية؟ المهم، احتفظ بقنبلة في حقيبتي، ابقى هادئة. دي كانت رسالة مكتوبة على ورقة، اللي كتبها اداها لمضيفة الطيران اللي كانت على الطيارة اللي هو راكبها. راجل مجهول كان لابس بدلة توكسيدو تحتها قميص ابيض وكرافتة سودا ونضارة سودا، وكان معاه شنطة سودا زي اللي بيمسكها رجال الأعمال. خطف طيارة بوينج 727 في شمال غرب أمريكا. الراجل المجهول ده كان اسمه دي بي كوبر، وطبعا ده اسمه مستعار. اسمه بقى مرادف لأي جريمة غامضة محدش يقدر يحلها. حكاية النهاردة مش فيلم ولا خيال مؤلف. يوم الأربع 24 نوفمبر سنة 1971 بعد الظهر، طلع كوبر الطيارة وقعد في آخر كرسي جنب المضيفة. بعد لما الطيارة طارت بشوية حوالي على الساعة 3، كوبر طلع ورقة واداها للمضيفة اللي كانت جنبه، اللي كان اسمها فلورنس شوفنر. طبعا كانت فاكراه بيعكسها. ابتسمت في وشه وسابت الورقة على جنب، بس كوبر قرب من ودنها وبصوت واطي قال لها: أرجوكي أحسن لك تقري اللي في الورقة. فلورنس مسكت الورقة وقرتها واتصدمت باللي شافته. كان مكتوب فيها جملة صغيرة قوي: احتفظ بقنبلة في حقيبتي، ابقى هادئة. وعلشان يأكد لها ان هو مش بيهزر، فتح كوبر الشنطة اللي كانت معاه، وكان فيها 8 اسطوانات لونهم احمر متوصلين باسلاك وبطارية. يعني قنبلة صحيح مش كلام. طبعا اتخشبت المضيفة مكانها، ما كانتش عارفة تقول ايه ولا تعمل ايه. كوبر طلع من جيبه مذكرة صغيرة واداها للمضيفة وقال لها: اكتبي اللي هقولك عليه يا حلوة. أخدت المضيفة المذكرة وكتبت فيها اللي كوبر عايزه، وبعدين ودتها للطيار. كان مكتوب فيها إنه عايز 4 باراشوتات و200,000 دولار عشرينات، يعني بأسعار دلوقتي اللي مولعة 1,200,000. الأسعار ولعت يا أخي، الواحد مش عارف يعمل إيه. المهم، بعد لما الطيار اتأكد بنفسه إن الموضوع مش تهريج وفي قنبلة وبجد والطيارة مخطوفة، اتصل ببرج مراقبة سياتل وقال لهم على كل حاجة حصلت في الطيارة. وفعلا أول ما الطيارة وصلت سياتل، الباراشوتات والفلوس كانت جاهزة. كوبر خرج كل اللي في الطيارة إلا 5، وكان منهم طبعا طقم الطيارة كله. المشكلة بقى إن الشهود اللي كانوا موجودين في الطيارة قالوا حاجات غريبة أوي على كوبر. بيقولوا إن مستحيل واحد زي ده يكون مجرم، لأنه كان مؤدب جدا ومحترم مع كل الناس. بيقول لك كمان كوبر ظبط الطقم اللي فضل معاه، أكله وشربه واللازم منه. المهم، بعد كوبر لما أخد الفلوس والباراشوتات وخرج معظم الركاب، طارت الطيارة على مكسيكو سيتي. الطيار قال للمحققين إن كوبر كان عارف المنطقة اللي طايرين فوقها كويس جدا، كأنه هو اللي راسم الخريطة بتاعتها. ده غير إن كان عنده خبرة كبيرة جدا في الطيران بالباراشوت، لأنه طلب من الطيار إنه ينزل بالطيارة على ارتفاع أقل من 10,000 قدم وسرعة أبطأ من 200 عقدة في الساعة. وفضلت الطيارة في طريقها لحد لما وصلت بين سياتل ورينو نيفادا. وساعتها كوبر طلب من الطاقم وكل اللي موجودين يدخلوا كابينة الطيار ويقفلوا وراه. الكلام ده كان حوالي الساعة 8 بالليل. شاشة التحكم اللي عند الطيار بينت ان ضغط الطيارة من ورا زاد، وعرف ساعتها الطيار ان سلم الطيارة الخلفي نزل وجري بسرعة رجعه مكانه. اتفاجئ ساعتها ان لا كوبر موجود ولا الفلوس ولا الباراشوتات، حتى القنبلة كمان ما سابهاش واخدها معاه. وساعتها بس عرفوا ان هو نط من السلم الخلفي بالباراشوتات. ونزلت الطيارة في أقرب مطار، وبدأت التحقيقات اللي هتخلي العقل يلف. اسمع كده أول مفاجأة هتعجبك أوي. بيقولك إن كان في كام طيارة ماشية جنب الطيارة المخطوفة كالعادة، يعني في حالة الخطف. مفيش ولا طيارة منهم لاحظت دي بي كوبر وهو بينط من ورا الطيار. علشان كده تحديد المنطقة اللي هو نزل فيها كان صعب جدا، لأن هم معرفوش هو نزل امتى. ومع بداية التحقيقات القصة انتشرت في كل مكان. رسائل كتير بقى وصلت لأكتر من جريدة في أمريكا. تخيل كده مين اللي كان بيبعت الرسائل دي بي كوبر نفسه. 6 رسائل وصلوا منه. آخر رسالتين بس هما اللي كانوا مهمين للمحققين. أول رسالة فيهم كانت جاية من إيكوديل في كاليفورنيا لجريدة رينو المسائية. الكلام ده كان في 29 نوفمبر سنة 1971، يعني بعد 5 أيام بس من الحادثة. في الوقت ده التحقيقات ما كانتش وصلت لأي حاجة. وبعدين كوبر ده كان مفتح قوي بصراحة. الرسائل اللي كان بيبعتها ما كانش بيكتبها بخط إيده، ما كانتش أصلا بخط إيد. كان بيجيب مجلات يقطع منها الكلام أو الحروف اللي عايز يكون بيها الجملة ويلزقهم جنب بعض. كان مكتوب في أول رسالة: انتبهوا، شكرا لكم لحسن ضيافتكم، لقد كنت أعاني من روتين. إن تقدير الصفحة الثالثة للمشتبه به من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يمس الحقيقة بأي صلة. لقد استمتعت بالكأس الرمادية، سأغادر فانكوفر، شكرا على الاستضافة.
الرسالة الثالثة بقى كانت مبعوثة من بورتلاند في ديسمبر سنة 1971. الرسالة دي بقى كان مقطع الحروف فيها من مجلة بلاي بوي. اوعى تكون بتتفرج على المجلة دي. المرة دي كوبر تحس انه كان عايز يجيب لهم جلطة بجد. كتب لهم في الرسالة: أنا على قيد الحياة وأعيش بصحة جيدة في مدينتي. لاحظ أنني النظام الذي هزم النظام. وفي نفس اليوم وصل لصحيفة رينو المسائية الجواب الرابع. كانت جاية من ساكرامنتو في كاليفورنيا. كان مكتوب فيها التخطيط المسبق لدخل التقاعد. آخر رسالتين بقى ما نشرهمش مكتب التحقيقات الفيدرالي. بصراحة مش عارف ليه، بس يمكن في حاجة عيب مش عايزين يقولوها يعني. بيقول لك بقى اللي اكتشفوه ان الكلام والكتابات اللي كانت في الرسائل دي كانت مكتوبة بطريقة الشفرة، لان الرسالة الخامسة اللي اتبعتت في 11 ديسمبر سنة 1971 للنيويورك تايمز وسياتل تايمز ولوس انجلوس تايمز وواشنطن بوست كانت اطول من الرسائل اللي قبل كده، وكان فيها تفاصيل كتيرة عن اللي قبليه. كتب لهم فيها: ايها السادة، عرفت منذ البداية انني لن امسك، لن اسرق شمال غرب الشرق، لانني اعتقد انها رومانسية أو بطولية أو أي شيء من هذا القبيل. أنا لست روبن هود الحديث. لسوء الحظ لما يتبقى لي سوى 14 شهرا للعيش. كانت حياتي مليئة بالكراهية والجوع والفقر ومزيد من الكراهية، وبدا لي أن هذه الطريقة أسهل طريقة لكسب المال وراحة البال. لا ألوم الناس على كرههم لي أو رغبتهم في اعتقالي أو معاقبتي، وهذا لا يحدث. سأخبرك ببعض الأشياء التي تساعدني في الهروب من السلطات. أنا لست رجلا يفتخر بنفسه وأفعاله. لم أترك بصمات، وأرتدي شعرا مستعار، وأضع مكياج الشمع. يمكنهم إزالة أو إضافة العديد من المواصفات كما يحلو لهم من أولئك الذين قابلوني أثناء الرحلة، لكننا نعلم جميعا أنكم لن تتمكنوا من الوصول إلى الوصف الدقيق. سافرت ذهابا وإيابا في عدة رحلات، ولست مختبئا في قرية نائية، ولست قاتلا مجنونا، وفي الحقيقة لم أحصل على مخالفة سرعة واحدة في حياتي. شكرا لاهتمامكم. لما خلصوا قراية الرسالة دي أخدوا بالهم إن هي كمان فيها أكواد معينة زي الشفرة يعني. بعد لما فكوا الشفرة لقوا مكتوب: أنا روبرت دبليو راكسترو. طبعا ركزوا إنهم يحاولوا يوصلوا لكل اسمهم روبرت دبليو راكسترو، بس وهم شغالين في الموضوع ده كانت وصلت الرسالة السبت في 28 مارس سنة 1972، وكانت جاية من جاكسونفيل في فلوريدا. كتب فيها: هذه الرسالة لإعلامك أنني لست ميتا وما زلت على قيد الحياة، وقد عدت لتوي من جزر البهامس، لذلك يمكن لأعضائك السخفاء التوقف عن ملاحقتي هناك. هذا دليل على مدى غباء الحكومة. لقد أحببت المقالات عن قصتي، لكن يمكنك التوقف الآن، لأن دي بي كوبر ليس حقيقيا. كان علي أن أفعل شيئا لتطبيق ما علمني إياه عمي الذي قدم الكثير لهذا العالم الغبي ولم يترك لي شيئا. كان علي أن أفعل ما فعلته لتخفيف الأحباط، وأنا الآن أسافر حول العالم ولا يمكن لأحد أن يمسك بي، لأنني أذكى من الشرطة وأعضاء هذا النظام. من فضلك قل للشرطة أن دي بي كوبر ليس اسم الحقيقي. بيقول لك بعد لما فكوا شفرة الرسالة دي كمان طلع برضو اسمه روبرت دبليو راكسترو، بس كان في مع الاسم جملة تانية بتقول: أردت الخروج من النظام ووجدت الطريق من خلال خطف طائر. الرسالة الستة دي كانت آخر رسالة تيجي من دي بي كوبر. بس أنا عايز أقول لك حاجة، هم أصلا ما كانوش متأكدين إن اللي كتب الرسائل دي هو اللي خطف الطيارة ولا كان واحد بيشتغلهم ومسمي نفسه دي بي كوبر. فضلت التحقيقات شغالة ووصلوا لحوالي 900 مشتبه فيه لحد لما صفوهم على 10 بس. اللي استنتجوه بقى بعد التحقيقات دي كلها ان كوبر كان عنده خلفية كويسة في الطيارات والنط بالباراشوتات، وانه ممكن كان يكون مدرب قفز او راجل عسكري او مجرم عنده تاريخ في الطيران وعمليات الخطف. علشان كده ال10 دول صفوا على 3 بس اللي كان فيهم المواصفات اللي تنطبق على المشتبه فيه. أول واحد كان اسمه روبرت فلويد ماكوي، اللي كان ليه تاريخ كويس في عمليات زي دي، بس اضطروا يسيبوه لأن مواصفاته ما كانتش مطابقة لكلام المضيفات. العجيب بقى إن روبرت ده اتقبض عليه في جريمة تانية بعد كام شهر من التحقيقات، واتقتل وهو بيحاول يهرب من السجن. التاني كان اسمه شريدان بيترسون، ده بقى كان عنده خبرة كبيرة في النط بالباراشوت، ووقت العملية كمان كان عنده 44 سنة، يعني نفس السن والمواصفات بتاعت دي بي كوبر. أكتر حاجة اللي بيسيته في القضية دي إن كان ليه صورة وهو ناطط من الباراشوت لابس بدلة وقميص وكرافات. بتهيألي مفيش أدلة كتير تدين بيترسون ده وهو المتهم ولا أي حاجة، طلع براءة يا معلم. ده غير إن الحمض النووي بتاعه مش نفس الحمض النووي اللي أخدوه من الكرافات بتاعت دي بي كوبر. عايز اقول لك بيترسون ده لحد لما مات وهو عنده 94 سنة كانت في ناس كتير شاكة ان هو دي بي كوبر. فاكر في الرسالة الثالثة بقى لما قالوا لك ان هي مشفرة، ولما فكوا شفرتها لقوا اسم واحد اسمه روبرت دبليو راكسترو.
هو ده بقى المشتبه فيه التاني. المحقق توماس جي كولبير كان مقتنع ان راكسترو هو دي بي كوبر، وده بسبب الرسائل المشفرة اللي كانت دايما بيبقى مكتوب فيها اسمه، وكمان لانه من اللي اشتركوا في حرب فيتنام. لا وايه، كان موجود كمان في سرب العمليات العسكرية اللي نطوا بالمظلات. ده غير ان المعلم ده سوابقه كانت كتير وبينوع كمان في جرايمه، بس برضه طلع براءة لان ما كانش فيه دليل مادي عليه. النمرة بقى كلها ان كمان لما الحادثة حصلت راكسترو ده كان عنده 28 سنة، وهم قالوا ان دي بي كوبر كان عنده 44 سنة. بس المحقق كولبير ما سابوش وفضل يراقبه لحد سنة 2013، لحد لما في يوم دخل عليه المحل بتاعه وعرض عليه انه يديله فلوس عشان يقول الحقيقة، وعرض عليه كمان ان هو هيقلل مدة سجنه لأقل من 3 سنين. بس راكسترو رفض، والمحامين بتاعه هددوا كولبير ان هم هيحبسوه لو ما بطلش يتابعه ويجري وراه. فضل كولبير يعاني في شكوكه لحد لما مات وهو عنده 75 سنة بأزمة قلبية سنة 2019. بس قبل ما يموت في 2016 عمل كتاب اسمه قانون آخر ماجستير، لخص فيه رحلة التحقيقات اللي فضلت 5 سنين ورا راكسترو، وانه كان المجرم اللي حير العقول القانونية الأكثر شهرة. لو انت بعد القصة العجيبة دي بتسأل ايه اللي حصل في الآخر ووصلوا لإيه، عايز اقول لك حاجة هتصدمك، ولا اي حاجة. يعني محدش قدر يعرف مين هو دي بي كوبر لحد النهاردة. في بقى اللي طلع حلل وقال لك ان الراجل ده لما نط من الطيارة بالباراشوت مات ساعتها، لان كمان الجو ساعتها كان تلج وكان فيه عواصف كتير. وفي طبعا الفئة التانية اللي رفضت الكلام ده، لانهم قالوا ازاي ده لو مات كان لقوا جثته او فلوسه او حتى باراشوته. بيقول لك الدليل الوحيد اللي ظهر من العملية دي كان مبلغ $5800 عشرينات، لقاها شاب بالصدفة على نهر كولومبيا في واشنطن سنة 1980. ولما شافوا الأرقام التسلسلية بتاعتها عرفوا إن كانت نفس الفلوس اللي أخدها كوبر. بعد 45 سنة من التحقيقات، بالتحديد في 8 يوليو سنة 2016 وقفوا التحقيقات بشكل نهائي ورسمي، من غير ما يعرفوا أي حاجة عن دي بي كوبر ولا حقيقته ولا إيه اللي حصل له ولا الفلوس راحت فين. قصة عجيبة وما فيهاش غلطة، خطة في منتهى الذكاء زي ما بيقول. بس هقولك على حاجة، وانا بشوف القصة دي وبكتب الحلقة جه في عقلي كده خاطر، تخيل كده يكون مفيش دي بي كوبر اصلا، وتكون دي لعبة معمولة علينا وقصة وحكاية. اكيد انت فاهم انا قصدي ايه. اشوفك تاني.